السلام عليكم. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ نشرح chapter 3 اللي هو examination of an ulcer. يعني ايه ulcer يعني break in the continuity of the covering epithelium سواء كان skin او mucous membrane. طيب ايه هي البارتس بتاعت الالسر؟ عندنا البارتس اللي هي المارجن والايدج والفلور والبيز. المارجن اللي هي الجزء اللي فوق ده اللي هي الجزء الخارجي، الجزء اللي ظاهر لينا، ممكن يكون regular وممكن يكون irregular، ممكن يكون واخد اي شكل rounded oval اي حاجة. بعد كده بندخل على الايدج ده فيه انواع كتير، بس هو ايه اصلا الايدج ده؟ الايدج هو الجزء المايل ده، الجزء اللي هو بيربط ما بين المارجن وما بين الفلور. تمام كده. ايه انواعه؟ عندنا اول حاجه السلوبينج ايدج ده اللي هو بيكون واسع كده من فوق ونازل بضيق من تحت. ده بنشوفه فين؟ ده بنشوفه في الهيلينج ألسر. بيكون فيه حاجه اسمها هيلثي جرانيوليشن تيشو. ايه الهيلثي جرانيوليشن تيشو ده هو اللي بيخليه قابل ان هو يبقى هيلينج او ان هو يخف يعني. طيب ايه اجزائه؟ بيقولك ان الانر بارت بيكون ريد، ده طبعا زي ما قلنا بسبب وجود الهيلثي جرانيوليشن تيشو. الاوتر بارت بتاعه بيكون وايت، ده بسبب وجود سكار او فايبرس تيشو. الميدل بارت بتاعه بيكون بلو، ده بسبب الابيثيليال بوليفريشن. طبعا عشان يعني الابيثيليال بوليفريشن ده يوفر بلاد سبلاي كافي علشان الالسر يحصل له هيلينج. مثال عليها الفينوس ألسرز. بعد كده تاني نوع هو الاندرمايند ايدج. الاندرمايند ايدج ده بنشوفه في التيوبركلوس ألسر. ده بنلاقيه شكله عكس التاني، يعني ده بنلاقيه ضيق من فوق من ناحية الإبيثيليوم ونازل تحت واسع ناحية السبكوتينيوس. ده بسبب ان الابيديرمس بتبولفريت انورد، يعني بتيجي على بعضها، بتحس ان الابيديرمس داخله على بعضها كده مقربه لبعضها، بينما ان السبكوتينيوس تيشو بيبعد عن بعضه. بعد كده البانشد اوت ايدج، ده بنشوفه في السيفيليتك ألسر والتروفيك ألسر، وده طبعا زي ما احنا شايفينه بيكون من فوق زي من تحت كده. بعد كده عندنا erased and beaded age. ده بنشوفه في الرودنت ألسر او في البيزل سيل كارسنوما. بتكون فيها beads. دي طبعا بتكون due to proliferating active cell. بعد كده عندنا الإيفيرتد ايدج الرولد اوت، بنحس ان هو مقلوب لبره كده. ده بنشوفه في الكارسينوماتس ألسر، زي مثلا في السكويموس سيل كارسينوما. كده خلصنا الايدج، ندخل على الفلور. الفلور ده الجزء اللي احنا شايفينه، ده بيحتوي على discharge وكمان على granulation tissue. بعد كده البيز ده الجزء اللي الألسر موجود عليه أصلا، سواء كان بون أو soft tissue. طيب بندخل بقى بعد كده على الكلاسيفيكيشن اوف ألسر. عندنا بنعمل كلاسيفيكيشن على حسب حاجتين، أول حاجة كلينيكال كلاسيفيكيشن، وتاني حاجة هي الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن. طيب لو جينا للكلينيكال كلاسيفيكيشن عندنا 3 أنواع. أول حاجة spreading ulcer، تاني حاجة healing ulcer، تالت حاجة callus ulcer. السبريدنج ألسر الإيدج بتاعته بتكون inflamed و edematous. تاني حاجة الهيلينج ألسر، دي بتكون الإيدج بتاعتها sloping. وزي ما قلنا ان السلوبينج بيبقى فيها health granulation tissue، بيكون لونه بينك او ريد، وبتحتوي على serous discharge. بعد كده الكيلوس ألسر، طبعا بيكون فيه unhealthy granulation tissue، وده بيكون لونه بيل. بتكون فيها indurated edge، وكمان ده ممكن يقعد من شهور لسنين، والألسر فيه doesn't show any tendency to heal، يعني بيكون من صعب قوي ان هي تهيل. بعد كده بندخل على الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف ألسر. عندنا بنقسمها ل3 أنواع: specific ulcer و malignant ulcer و unspecific ulcer. طيب لو جينا للspecific ulcer، أول حاجة فيها هي التيوبركلوس ألسر. دي بتكون بسبب ان الكولد أبسس أو الكولرشتاد أبسس بتفتح في السكين سيرفيس. الكومن سايتس بتاعتها بتكون في النك، في الأكزيلا، وفي منطقة الجروين. بس مش معنى كده انها ممكن ما تظهرش في اي مكان تاني، لا، هي بتظهر في اي مكان في السكين، بس زي ما قلنا ان الكومن اكتر اماكن مشهورة ان هي بتطلع فيها هي النك والاكزيلا والجروين.
عندنا كمان البازينز ألسر، ودي برضو بتكون بسبب التي بي. بعد كده عندنا السيفالايتك ألسر، برضو بتكون بسبب السيفيلاس. عندنا أكتينومايكوزس. وفي حاجة اسمها ميلنايز ألسر، دي بتكون بوست اوبراتيف. يعني ايه؟ يعني بعد العملية الواند ده بتحصل فيه بكتيريال انفكشن، فبتحصل بكتيريال جنجرين عند السيرجيكال واند، فهنا بنسميها ميلنايز ألسر. بعد كده بندخل على المالجنانت ألسرز، زي ايه؟ زي السكويماس سيل كارسينوما. احنا قلنا ان هي ممكن تحصل في اي مكان في الفيس، بس سبيشال يعني بتحصل في الجزء اللي هو السفلي من الوجه ده، خاصة عند اللور ليب. بتكون ريزد وإيفيرتد زي ما ضربنا مثال في الرولد اوت. كمان هي ممكن يحصل فيها ميتاستاسيس وتروح للليمف نودز اللي مغذية اللي بتدرينج ليها. تمام كده. تاني نوع معانا هي البيزل سيل كارسينوما او الرودنت ألسر. دي بتكون above a line extending between the corner of the mouth and the lobule of the ear. يعني بتكون فوق خط كده ما بين اللي هو زاوية البق ديت مع حرف مع الودن، يعني اللي هي بتكون في النص اللي فوق من الوجه يعني. طبعا بتكون عندها beaded edge، وما بيحصلش فيها ما بيحصلش فيها ميتاستاسيس للليمف نود. بعد كده عندنا الميلانوتيك ألسر، وعندنا المارجولينز ألسر. ديت بتكون slow growing. بتكون عبارة عن well differentiated squamous cell carcinoma، بتحصل في ال unstable scar long duration، زي مثلا حد حصل له حرق او حد حصل له snake bite. بس بيكون unstable، يعني مثلا كل شوية يتخبط فيه او حاجة، فهنا ممكن يحصل له المارجولينز ألسر دي. بعد كده بندخل على النون سبيسيفيك ألسر. اول حاجه فيها هي التروماتيك ألسر. التروماتيك ألسر ديت يا اما بتكون ميكانيكال، زي مثلا لما تبقى بتاكل كده وتعض لسانك، دي بتبقى ميكانيك ألسر، بتحصل ألسر في اللسان. اي نعم هي بتكون خفيفه ومناخدش بالنا منها قوي. في كمان فيزيكال زي الالكتريكال بيرن اللي هي الحروق الكهربائيه، عافانا الله. في كمان الكيميكال زي بتاعه الالكالي انجري. وكمان في حاجه اسمها فوتبولار ألسر، اللي هي لعيبة الكورة من كتر ما بيلعبوا يعني، والكورة بتيجي تخبط كده في الساق بتاعتهم من قدام، بتعمل عندهم حاجة اسمها فوتبولار ألسر. تاني نوع من النون سبيسيفيك هي الارتيريال ألسر او الاسكيميك ألسر. دي بتكون بينفول ونون هيلينج. دي ليه بقى؟ لان هي بتكون في اماكن بيكون فيها ليست بلاد سبلاي. طيب زي ايه الاماكن ديت؟ الاماكن ديت بتكون زي الاكستريميتيز، خاصة اللي هي التوز او البيك تو بتاع الفوت، وكمان السول بتاع الفوت، الدورسم بتاع الفوت، سوري. بعد كده الفينس ألسر او البوست فليبتيك ألسر. ديت غالبا بتحصل في الجيتر اريا just above the medial malleus، يعني في الساق كده من تحت، من الناحية الميديال من جوه، above الميديال ميلس، فوق الميديال ميلس على طول. بعد كده عندنا التروفيك ألسر او البريشر سور. ديت بتحصل بيحصل نتيجة التيشو نيكروزس او الالسريشن due to prolonged pressure. يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا الناس الكبيرة في السن بتجيلهم بيت سورس. طيب البيت سورس ديت بتجيلهم ازاي؟ نتيجة ان هما بيكونوا بيد ريدن، دايما نايمين وكده، فبيعملوا بريشر مثلا على الاماكن اللي فيها بوني بروميننس وعليها الجلد على طول مفيش تيشو بينهم، فبالتالي بتضغط عليها. البوني بروميننس ده بيضغط على الجلد مثلا. الضغط ده بيكون ازيد من 30 مليمتر ميركوري. طب اشمعنى 30 مليمتر ميركوري؟ لان هو الكابيلاري بريشر اخره 30، فهو كده زاد عن الكابيلاري بريشر، فبالتالي ان البلاد بريشر مش عارف يروح لها، فالتيشوز بيحصل لها هايبوكسيا، وبالتالي يحصل لها ألسريشن، نيكروزس وألسريشن. بعد كده عندنا الانفكتيف ألسرز. في كمان رقم 6 التروبيكال ألسرز. التروبيكال ألسرز دي اللي هي اللي بتحصل في المناطق الاستوائية والمناطق الحارة، هي من النوع الكالوس. على سبيل المثال الفينسيتس ألسر. بعد كده عندنا الكاريوباثيك ألسر. الكاريوباثيك ألسر دي بتحصل في المناطق اللي هي بتكون الحرارة فيها بالماينس، المناطق اللي هي بتكون باردة قوي. زي ما احنا بنشوف كده ان بتيجي ناس حوالينا في الشتاء بنلاحظ ان صوابع ايديهم ورجليهم بتورم، بتبقى ايديمتس كده. ده بسبب ان ما بيكونش رايح لها بلاد سبلاي كويس،
ممكن البلاد سبلاي ده يقل خالص لحد ما تحصل جانجرين في الجزء ده. بعد كده عندنا المارترلز هايبرتنسيف ألسر، ده نوع من الألسرز بتكون very painful، بتكون موجودة في اللور ليج، بتحصل مع الناس اللي هم عندهم uncontrolled high blood pressure، اللي هم بيكون عندهم البلاد بريشر دايما عالي ومش عاملين له كنترول. واخيرا معانا الدايابيتك ألسر، واحنا عارفين طبعا الناس الدايابيتك دول هم اكتر ناس عرضة وفي خطر من الألسر ديت، لان علاجها بيكون صعب. بعد كده هندخل على جزء الكلينيكال اكزامينيشن اوف ان ألسر. قلنا بنعمل اكزامينيشن ازاي؟ اول حاجة بنعملها هي الهيستوري تيكينج. هنشوف ايه في الهيستوري تيكينج، او هنسأله عن ايه؟ نسأله عن المود اوف اونست، بدأت sudden ولا acute، الديوريشن بدأ يشوفها من امتى او بدأت تظهر من امتى، هنشوفها painless ولا painful. عندنا بعض الألسرز بتكون painless في الاول بعد كده تقلب painful، زي مثلا المالجننت، او اما بتكون due to secondary bacterial infection او موجودة على nerve ending. عندنا برضو بعض ألسرز بتكون في الأول painful بعد كده وهي acute بعد كده تتحول لبينلس لما تتحول لكرونوستي. بنسأله كمان لو في discharge من الألسر ديت. كمان بنسأله عن وجود اللي هو الهيستوري بتاع التريتمنت، اللي هو بياخد علاجات لحاجات معينة، او مثلا لو هو عنده مرض معين زي الدايابيتس مثلا، الهايبرتنشن وهكذا. بعد كده بندخل على اللوكال اكزامينيشن. اول حاجة بنعملها هي الانسبكشن، بنبص على السايد بتاع الألسر. طبعا السايد بيفرق معانا ان احنا نحدد نوع الألسر ديت، زي مثلا حاجة شبه الارتيريال ألسر ديت بتكون موجودة over digits، الفينوس ألسرز بتكون موجودة على الماليولاي، التروفيك ألسر بتكون موجودة على الهيل او البريشر بوينت. بنبص برضو على السايز بتاع الألسر ديت. السايز ده بنقيسه بالطول وبالعرض، بنستخدم فيه الميجرنج تيب او المازورة. الشيب اوف ألسر بنشوف شكلها، يعني مثلا الفينوس ألسر بيكون شكلها vertically oval، التيوبركلس ألسر بتكون شكلها circular، وهكذا. المالجننت ألسر بتكون irregular وهكذا. بعد كده بنشوف النمبر. عندنا مثلا المالجننت ألسر بتكون دايما واحدة منفردة، اما الفينوس والتيوبركلس ألسر بتكون متعددة. برضو بنبص على أجزاء الألسر نفسها زي المارجن والإيدج والفلور. بنشوف لو في discharge خارج من الألسر بيت. الdischarge ده ممكن يكون سيرس، السيرس ده هيساعدني ان انا افهم ان ديت على طول healing ألسر. البلادي ده بيخرج من المالجنانت ألسر. الانفكتيف ألسر كمان بتطلع بيريولنت. كمان لازم ابص على كمية الديسشارج الخارج ده واشوف لونه واشوف ريحته. هبص برضو على surrounding area، هبص على المنطقة اللي حوالين الألسر، أشوفها لو فيها inflammation أو لو فيها إديمة أو لو فيها سكار. بعد كده هعمل inspection للأورجن كله، يعني مثلا لو أنا ببص على ألسر في النك لازم أشوف باقي النك، أشوفها من ورا، أشوفها من قدام، أشوفها من الجناب. لو ببص مثلا على ألسر في السول اوف فوت لازم هبص على الفوت من فوق من الجناب، أبص على الصوابع وهكذا. بعد كده بنعمل palpation. اول حاجة في البالبيشن ان احنا بنتأكد من الايتمز اللي احنا شفناها في الانسبكشن. بعد كده بعمل palpation بايدي على الايدجز وعلى البيز وعلى surrounding area، اشوف لو في tenderness. كمان بشوف لو الايدجز ديت فيها induration، وكمان برضو البيز بشوفها هي فيها induration fixed ولا موبايل مع الجزء اللي تحتها. كمان وانا بعمل palpation كده بشوف الورمز، بشوف حرارتها ايه بالنسبة للجزء اللي حواليها. كمان بشوف مهم ان انا اشوف الدبس بتاع الألسر. عندنا حاجة شبه التروفيك ألسر دي بتكون ديب، ممكن توصل لحد البون وتخليه هو البيز بتاعتها. كمان بنقيسها بالمليمتر. كمان هشوف لو انا اما باجي المسها او اما باجي بعمل لها palpation بشوفها بتعمل bleeding ولا لا، ده مهم جدا. كمان بعمل palpation للديب structure، بشوف الريليشن بتاعتها مع الألسر ايه. بعمل examination للadjacent joint، يعني بشوف الجوينت اللي حوالين الألسر ديت او الجوينت القريبة منها، يعني مثلا لو هو في الفوت بشوف الجوينت اللي عند الفوت، بشوفها بتتحرك ولا لأ، ولا الألسر دي مأثرة على حركتها.
كمان مهم جدا ان احنا ما ننساش نعمل examination للليمف نود، نشوفها هي فيها tenderness ولا لا، enlarged ولا لا، موبايل ولا fixed. وبكده نكون خلصنا الاكزامينيشن. هندخل بقى نتكلم في موضوع تاني هو النون هيلينج، الكوزز اوف نون هيلينج او الكوزز اوف كرونيك ألسر ان ذا سكين. ايه الاسباب اللي بتخلي ان الألسر ديت صعب ان هي تهيل او صعب ان هي تلتئم؟ اول حاجه الفاسكولار ديزيز، ان هو الألسر ديت تكون في مكان فيه بور بلاد سبلاي او فيه بور فينوس درينج، زي ما قلنا اللي كانت في التو او في البيك تو بتاع القدم دي طبعا ان هو البلاد سبلاي مش واصل لها كويس، فبالتالي مش هتعرف تلتئم كويس او بسرعه. تاني حاجة الدايابيتس ميليتس، احنا قلنا ان الناس اللي عندهم دايابيتس خاصة الانكونترولد اللي هم مش متحكمين في السكر بتاعهم، دول بتكون الألسرز بتاعتهم صعب شوية ان هي تلتئم، لان عندنا اللارج فينز اللي في الفوت ديت او في الاكستريميتيز عموما بتصغر بتضيق، وكمان السمول بلاد فيسلز برضو بيحصل لها دامج. كمان عندنا هم النيرفز بيحصل لها دامج، وده بيخليهم ما عندهمش احساس، او الاحساس في المناطق دي بيكون قليل جدا، زي مثلا ان هو ممكن يتعور ويمشي وما يحسش ان هو اتعور، او ما ياخدش باله غير لو شاف رجله بتجيب دم ولا حاجه. البريشر ارياز زي ما قلنا اللي هي زي الساركم والهيلز والحتت ديت، لان زي ما قلنا بيكون البريشر فيها بيعدي عن 30، بيعدي عن البريشر في الكابيلاريز، فبالتالي ما بيوصلوش بلاد سبلاي كويس، فما بتعرفش برضو تعمل هيل. الريكرنس تروما، ان هو كل مثلا ما الألسر تهيل يتخبط فيها تاني، تهيل يتخبط فيها، فبالتالي هي ما بتلحقش ان هي تهيل. المالجنسي من الحاجات اللي هي صعب جدا يحصل فيها هيل. السبيسيفيك انفكشن زي التيوبركلوزس والليبروسي، هنا برضو بيحصل نيرف دامج زي الدايابيتس. برضو المريض ما بيكونش حاسس بمنطقة معينة، فبالتالي تجيله فيها تروما، فما بيحصلش هيلينج للألسر. كمان المرضى اللي عندهم بيري اوستايتس او استومايلايتس في الاندرلاينج بون. كده احنا خلصنا شابتر الألسر. هنفوت الشابتر بتاع السويلنج، هنزله فيديو لوحده. هندخل دلوقتي على الشابتر بتاع الانفستيجيشن فور a surgical patient. بيقولك ان احنا بعد ما بنعمل الهيستوري تيكينج والاكزامينيشن بنحتاج ان احنا نطلب بعض الانفستيجيشن. طيب بنحتاج ان احنا نطلب انفستيجيشن ليه؟ عشان نكونفيرم الدايجنوزس، نأكد الدايجنوزس اللي احنا خدناه. to classify severity and the stage of surgical condition، عشان نعمل يعني classify ونشوف الستيج بتاعت الحالة ديت. كمان نأسس patient fitness و readiness for intervention، عشان نشوف مدى قابلية البيشنت ده للانترفنشن. هو غالبا يعني في حالات بتتشخص عن طريق الاكزامينيشن والهيستوري بس، وفي حالات تانية بنتطلب فيها الانفستيجيشن عشان الاسباب اللي احنا قلناها دي. طب زي ايه الحالات اللي بتتشخص من الاكزامينيشن؟ حاجه شبه الابدومينال وول هيرنياس، حاجه شبه الكوتينيوس والسبكوتينيوس سويلنج، حاجه شبه حاجات يعني معظم الكيسز بتاعه الاكيوت ابندسايتس. طيب قبل ما نطلب اي انفستيجيشن لازم ناخد بالنا من شويه حاجات كده. لازم ناخد بالنا why we are doing this investigation، احنا بنعمل investigation ده ليه. لازم كمان نشوف الكوست بتاعته، يعني لو في حاجة ارخص واسهل يعني ليه ما نعملهاش تكون اوفر. كمان هنشوف الكومبليكيشنز بتاعته، هيكون عواقبه ايه على البيشنت. نشوف السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي بتاعته. نشوف كمان البريبريشن اللي احنا محتاجينها علشان نطلع بافضل نتيجة من الانفستيجيشن ده. نشوف هنستعد له ازاي عشان نطلع بافضل نتيجه منه. كمان نشوف التايمينج اوف دوينج اند ريبيتنج ات، يعني نشوف هنعمله امتى، ولو هنحتاج هنكرره تاني امتى. طيب ايه هي صور الانفستيجيشنز اللي احنا بنطلبها؟ اول حاجه ممكن نطلب laboratory tests اللي هي التحاليل. غالبا بنطلبها علشان نشوف البيشنت جنرال كونديشن، او ممكن تكون كمان specified لديزيز معين specific. ممكن كمان نطلب imaging اشعه زي مثلا البلين راديولوجي، السي تي، الام ار اي، الالتراساوند وهكذا. ممكن كمان ناخد intervention investigation زي مثلا endoscopies او البيوبسيس، التيشو بايوبسي.
ايه هو التيشو بايوبسي؟ التيشو بايوبسي ان احنا procedures that remove a small amount of tissue for examination. يعني احنا بندخل بناخد عينة صغيرة من التيشو، بناخد جزء من التيشو عشان نروح نعمل له examination في اللابوراتوري علشان نشوف الميكروسكوبيك ساينز بتاعت مثلا الكانسر او اي ديزيز تاني ايا كان. في حالات معينة البيوبسيس ديت بتساعد ان احنا determine البروجنوزس والappropriate treatment، يعني بتساعدنا ان احنا نتنبأ بالبروجنوز بتاع المرض او نساعد ان احنا نوفر له العلاج المناسب. طيب ايه الانديكيشنز المطلوبة علشان نعمل التيشو بايوبسي؟ اول حاجة البرزيستنت باثولوجيكال ليجن مش عارفين نشخصها كلينيكالي، تمام كده. تاني حاجة الليجنز اللي احنا شاكين انها ممكن تكون مالجننت او بري مالجننت، كمان علشان نعمل confirmation للكلينيكال diagnosis. رابع حاجة علشان نطمن بيها البيشنت. طيب ايه انواعه؟ اول نوع معانا هو الفاين نيدل اسبيريشن بايوبسي او اختصاره FNAB. هنا بندخل بسترايل سين نيدل بتتحط في السكين وندخل ناخد سامبل. تاني نوع معانا هو الكور بايوبسي اور ترو كات بايوبسي. بنعمله ازاي؟ بيكون هو شبه الفاين نيدل بالظبط، بس الفرق هنا في سمك الإبرة اللي داخلة. يعني لو هي الفاين نيدل ديت كانت سن دي بتبقى فاين نيدل، اما لو النيدل اللي داخلة بتكون سيكر هالو نيدل هنا بتكون كور بايوبسي، تمام كده. تالت حاجة هي البانش بايوبسي. هنا بقى بندخل أعمق عن الفاين نيدل وعن الكور، بندخل ديبر أكتر. بناخد البايوبسي ديت يا إما شورت سلندر يا إما أبل كور زي قلب التفاحة أو شكلها سلندر. بنحتاج هنا إن احنا نعمل لوكال أنستيزيا اللي هو تخدير موضعي علشان نعرف ناخد العينة. العينة هنا بتشمل أجزاء من الديرمز والإيبيديرمز وكمان الموست سوبرفيشال بارت بتاعة السبكوتينيوس فات. رابع حاجة الأوبن بايوبسي ديت سيرجيكال بروسيجر. بنعمل فيها ايه؟ بنعمل فتحة في الجلد عشان نعمل اكسبوز للتيومر، ان احنا نعري التيومر عشان نعرف ناخد منه الجزء اللي احنا عاوزينه. الاوبن بايوبسي بتتقسم عندنا لنوعين، نوع اكسجنال بايوبسي ونوع اسمه انسجنال بايوبسي. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان في الاكسجنال بايوبسي احنا بنكشف الورم التيومر وبندخل نشيله ونشيل اجزاء كمان من السليمه حواليه النورمال. اما بالنسبه للانسجنال بايوبسي احنا بندخل نشيل جزء من الورم، تمام كده، ما بنجيش ناحيه النورمال تيشو. خامسا واخيرا وهو الاندوسكوبيك بايوبسي. احنا هنا بندخل بالاندوسكوب، بندخل من مناطق فتحات طبيعيه زي زي الماوس او الريكتوم، يا اما من الفم يا اما من الريكتوم. بندخل بالاندوسكوب نبص على الاورجنز لحد ما نوصل لمكان فيه ابنورمال او فيه حاجه مشكوك فيها. وبعد كده بناخد سمول اماونت من التيشو علشان نعمل لها ستادي. بعد كده اخر حاجة معانا النهاردة هي preparation for. يعني ايه؟ يعني احنا محتاجين نحضر ازاي او نكون مستعدين ازاي ان احنا نعمل البايوبسي. اول حاجة بتختلف هي على حسب انا باخد البايوبسي ده منين. يعني مثلا لو انا باخد البايوبسي من الابر جاستروانتستينال يبقى انا لازم اخلي المريض ما يدخلش حاجة ببقه لمدة كام ساعة كده قبل ما نعمل التكنيك ده. اما لو هيعملها كولونوسكوبي يعني من الريكتوم يبقى الكولونيك بريباريشن لازم نجهزها. اما بعد كده هنسأله عن الكرنت ميديكيشن، يعني هو بياخد ادوية ايه. لو بياخد مثلا ادوية شبه الاسبرين او الانتي كواجلنت والحاجات ديت يبقى ما ينفعش عشان ما يحصلش بليدنج وانا باخد الاسبيريشن. كمان هنسأل عن الهيستوري اوف allergies لو هو عنده حساسية من حاجة معينة. كمان هنسأله عن البريفيوس surgical procedures، وكمان هنسأل لو في pregnancy لو في حمل. كده احنا خلصنا الجزء ده. ان شاء الله الحق انزل الجزء الباقي. والسلام عليكم.